كلنا بقى بندور دلوقتي على المطاعم اللي هي بديل المقاطعة. النهارده بقى هنجرب مطعم المنيو بتاعه صغير قوي بس تحس ان هو بيعمل كل حاجة. لما تبقى بقى زهقان كده وعايز تاخد بريك، فده مطعم اسمه بريك على الماشي، موجود في المحلة في شارع صهللة اللي متفرع من شارع شكر كواتلي قدام كافيه دونتس. والمطعم ده ما عندوش صالة وشغال تيك اواي ودليفري بس، وعشان كده هنجربه في العربية. الباكجينج عندهم جامد قوي، تحس ان الحاجة اللي فيه قيمة قوي. هنبتدي اول حاجة بالبيكن فرايز، وبتبقى عبارة عن فرايز وعليها صوص شيدر وعليها بيف بيكون. كمية اللغوصة اللي موجودة في الفرايز دي مغرية قوي. الفرايز دي سعرها 45 جنيه، وطعم البيف بيكون والميكس كله على بعضه كان جامد قوي، والحجم بتاعها كمان كويس جدا. نخش بقى على اللي بعده، وجبة 3 قطع ستريبس، وبيجي معاهم فرايز وبيجي معاهم واحد خبز. الوجبة دي برضو من الوجبات الكويسة جدا عندهم، وسعرها 75 جنيه. طعم الفراخ نضيف وكويس، بس الكراست بتاعها الطبقة بتاعتها تحس ان هي زيادة شوية، محتاجة ان هي تقل شوية. والوجبة دي ناقصها ان يبقى معاها كول سلو او اي صوص كده عشان يمشي الدنيا شوية. نخش بقى على وجبة شيش مع رز، وبتبقى عبارة بقى عن طبقة رز كده وعليها من فوق قطع فراخ شيش وغرقانة من فوق بصوص التومية. تتبيلة الرز دي كانت جامدة قوي، واللي اجمد منها تتبيلة الشيش طاووق نفسها، كان الطعم بصراحة في حتة تانية خالص. والميكس كله على بعضه كده مع التومية. الوجبة دي متكاملة جدا وسعرها 69 جنيه، ويعتبر من احسن الحاجات اللي احنا جربناها عندهم فعلا. نخش بقى على اجمد حاجة انا جربتها من عندهم، هو البيكون برجر. وعبارة بقى عن برجر كده وعليه مايونيز وخس وبيكون وبصل مكرمل وباربيكيو وشيدر احمر وليلة كبيرة قوي ساعات. والغريب ان بعد الليلة دي كلها ان طعم البرجر برضه وسط الاضافات دي كلها طعمه كان باين قوي. والعيش برضه بتاعهم كان جامد قوي. والساندوتش ده سعره 79 جنيه، وده يعتبر احسن حاجة احنا جربناها عندهم. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهاردة. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة جدا، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة.